مرحبا حبايبي وأصدقائي وين ما كنتوا. اليوم راح أسوي لفة خميرة. طبعا ضاعفت العدد هنا حتى أخذ وياي ماعون هدية مناسبة رجوع بنات صديقتي من العراق. هنا أنا أخذت 8 أكواب طحين صفر، وكوب واحد من الزبد، وكوب واحد من الشكر. أخذت 4 ملاعق أكل من الخميرة، ورشة ملح وفانيلا وهيل، و4 بيضات. هنا أنا طبعا خليت كل المواد مع بعضها، وحضرت الحليب الدافي حتى أعجن بيها عجينة لفة الخميرة. طبعا راح أظل أعجن بالحليب إلى أن يصير عندي فد عجينة متماسكة وطرية. هاي بعد ما جانست كل المواد راح أبدي أعجنها. شوفوا حبايب قلبي، كل الخميرة خليت، والطحين والزبد والشكر. وهنا بعد ما عجنتها وصارت بهاي الطريقة. شوف الحليب صار عندي بقى قليل، بس عجنتها واكتفت بهاي الشكل. طبعا راح أغطيها وأخليها تقريبا نص ساعة، وأشوفها من تختمر أرجع مرة الثانية أعجنها وأغطيها مدة ساعتين. شوفوا هنا بعد ما اختمرت عندي غطيتها نص ساعة تقريبا، رجعت راح أعجنها مرة ثانية وأغطيها مدة ساعتين وأبدي أشكلها. هنا بقى شلون عجينة صارت مالتي طرية بعد ساعتين. هنا بديت ألفها بهاي الأشكال الحلوة. شوفوا شلون أشكال حلوة، طبعا كل من حسب طريقته. هنا سويت الدهن الوجه عبارة عن صفار البيض وعسل، وخليت فانيلا راح أبدي أدهن بيها الوجه. شوفوا هنا طبعا دهنتها بصفار البيض والهيل خليت وفانيلا والعسل. شوفوا حبايبي، هاي طلعت الوجبة الأولى. طبعا خليتها أول شي، طبعا سويتها وخليتها همين ربع ساعة تختمر بالصينية، ورجعت شويتها. هنا خليت الجدر مالتي عتشولة، شفت مسوي مرقة فاصوليا. وهنا أنا بدأت تحضيراتي حتى أروح أزور بيت صديقتي. طبعا أخذت لهم باقتين من الورد. هنا شوي الفيديو مو واضح هذا المقطع، هسه راح أراويكم المقطع الثاني تكون بيه أوضح الماعون، لأن طبعا ماعوني كبير بس ما مبين البلم. هذا البلم باعوا لفة الخميرة شلون صارت بهذا الشكل. وأخذت وياي هم كيك قطعته وخليته بالماعون، واخذت وياي باقتين من الورد لان هم بنات اثنين جايين من العراق، واقول لهم الحمد لله على السلامه. وهنا سويت صلصه حمراء بالفليفله الحمراء، ان شاء الله في يوم هم انزلكم طريقتها. زين، هاي حبيت انه اخذها وياي فد شي بسيط مناسبه رجوعهم. طبعا هنا أنا رحت اتغديت عندهم، عزموني على الغداء. هنا أنا غدا أهل الحلة، طبعا تحياتنا لأهل الحلة. ومسوين السبزي، احنا أهل البصرة نقول شبزي، هم يقولون سبزي. طبعا طريقتهم عن طريقتنا تختلف، يعني هواي أشياء هم يعني ينقصون، احنا بالنسبة لنا هواي مواد نخلي بيها الشبزي. وهنا أنا طبعا راح أختم لكم إياها بعاصفة ثلجية بدت عندنا ما شاء الله. طبعا احنا الثلج نحبه، صح مزعج شوي اللي يشتغل اللي يطلع، بس يعني هو منظره كلش حلو. ودائما من ينزل نقول يا رب تبيض القلوب العالم مثل ما بيضت شوارعنا يا رب العالمين. شوفوا شلون منظر يخبل. وهنا عصافيري طبعا ما نسيتهم، لازم اخلي لهم اكل. خطيه اشتريت لهم بيت ثاني صغير، لان خطيه هذا السنجاب دائما يجي ياكل وياهم. شوفوا شلون وكيح، وينزل ياخذ الاكل من عندهم ويأذيهم. شوفوا هاي خطيه. شوفوا الثلج، هاي هنا سنومان سوا قبل فتره ابني وظل يوقع. زين، بس اكو طبعا شنو هسه راح اراويكم المقطع الثاني. صارت عندنا عاصفة ثلجية كلش قوية، بحيث حتى المدارس هاي الصبح قعدت، حتى المدارس دزونا ايميلات ماكو مدارس، دزونا ايميلات مثل ما قلت لكم، قالوا ماكو مدارس، ظل دراستهم بالبيت اونلاين درسوا. وقلنا احسن يقعدون بالبيت لان عاصفة ما شاء الله بدت تزيد. شوفوا ما شاء الله العاصفة. شوفوا هاي ورا بيتنا كله صار ثلج. بعد ما نقدر هسه نطلع للعصر، يبدون بعدين تيجي الحكومة، سيارات حكومية تبدي تنظف الشوارع وتفتح لنا اياها. حبايب قلبي، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة مالتي وتحطون لايك. ومع السلامة، واحبكم كلش هواية حبايب قلبي.